ايضا لنروح مثل ما وعدناكم جمهور الانصار النادي العريق اللي عنده 13 بطوله، 11 منها متتاليه. فريق عريق نادي الانصار تاريخ وبطولات وارقام قياسيه، جغرافيا تحكي عن الملعب البلدي القديم، عن كل الاسماء البارزه اللي اجت بفريق الانصار: محمد بن سلماني، فادي علوش، عبد الفتاح الشهاب، عمر ادلبي، عصام قبيسي، المدرب الكبير عدنان الشرقي، وغيرها الاسماء الكثير، نور الجمل. يعني بنتذكرهم، يمكن اذا نسينا حدا هيك من الاسماء التاريخيه للانصار. ديفيد ماكد ايضا اللاعب التاريخي. بمقابلات خاصه لنا مع قناه الاي ام بي كنا حكينا نحن وجمهور فريق الانصار شو بيحبوا يطلبوا من اداره الفريق قبل انطلاقه الموسم الحالي، ايضا شو همومهم كمشجعين لبنانيين لكره القدم. ابرز يلي قالوه بهالتقرير. أول شيء يعطيك العافية ونشكر ضيافتنا. الأنصار فريق كبير وعريق وناقص الأجانب هي، يعني الأنصار كل ما يصير معه أجانب منيح بيروح بطفشهم. هاي لاحظناها بصالح زدير وفابيو. إن شاء الله هالموسم بين من النخبة إنه داعس، عنده الأحد مع الصفا نص نهائي. إن شاء الله هلا بعد الأجانب اللي جابوهم قالوا ممتازين. هلا عنده ثلاث استحقاقات السنة الجاي، ان شاء الله يقدم فيهم. مشان الجمهور الرابطة مثل ما سمعت استقالت، ممكن الجمهور يخاف عن هذيك السنة. ان شاء الله يلاقوا لها حل. الروابط لها تأثير، يعني الروابط من زمان كانت تدعي تعمل مسيرات بالشوارع قبل الجمعة من المباراة. هلا ما عم نشوف شيء، كل ماتش يا دوب 100 150 شخص عم بيكون بالملعب. انا من زمان هوايتي الانصار، كان خالي يلعب كرة الطاولة مع الانصار. ان شاء الله السنة الجاي عنده ثلاث استحقاقات، الدوري والكأس ممكن يحطهم بجيبته، والاسيوي حسب القرعة اللي بتطلع ان شاء الله. يعني هلا وضع الفريق افضل من قبل اخر كم سنة، بس بعده ما رجع لايام العز والايام القديمة. لازم اول شيء يكون في استقرار مادي بالفريق. يعني قبل عملنا فريق ونطرنا وفريق شباب، في الاخر كلهم فلوا وسافروا وانتقلوا عشان الوضع المادي. خاصة باول هاي السنة صار في فسخ عقد كذا لاعب عشان الموضوع. فلازم انه يكون في منشآت تجارية بتقدم مصاري للفريق تضمن انه يضل واقف على اجريه بهيك ازمات. يعني ما في دعم من ناحية روابط الجمهور. يعني بس ليكون في استقرار بالفني بالفريق وفي عدد من الجمهور، هذا بصير يشجع الجمهور الباقي يجي على الملعب. من كل العالم بطلت عم تتابع الفوتبول اللبناني مثل قبل بعد مشاكل البلد. بطل في كثير متابعين اصلا للفوتبول اللبناني. من كل جماهير الفرق خفت. بقول لهم انه ان شاء الله هاي السنه الفريق افضل. يعني السنه الماضيه رضينا بالكاس وكنا مبسوطين، وهاي السنه ان شاء الله طموحنا اكبر، والاستحقاقات الخارجيه خاصه. ان شاء الله السنه يكونوا حاضرين اكثر من هداك الموسم، انه يقدروا انه يحافظوا على لعب الكاس. وان شاء الله هلا بالوقت الحالي معروف انه استقالت الرابطه، المفروض انه الاداره هلا ترجع تعمل رابطه جديده ليقدروا يجيبوا اكثر عدد من الجمهور. بدعيهم انه الرابطه لازم اصلا يكون في رابطه لتدعي الجمهور وتشجع، بالعكس عم بيدعوا كل شيء الجمهور والانصار بشجعوا. انه هالسنه مش الحال، جابوا لنا اجانب مرتبين، وجابوا لنا لاعبين محليين، الكابتن علي نصر الدين والكابتن وسيم عبد الهادي، وان شاء الله بدنا نعمل شيء. اول شيء يعطيك العافيه. بخصوص جماهير نادي الانصار، اهم شغله لازم نعملها صار هلا اعاده هيكليه للرابطه. هي اعاده هيكليه الرابطه هي اهم شغله لنادي الانصار عبر جميع المناطق لادعاء الجماهير. هلا اذا ما عندنا رابطه ما قادرين ندعي جماهيرنا، خاصه المناطق بعيده اللي بيكونوا بمناطق بعيده لندعيهم. في عندنا امور كثيره متاحه قادرين نوفرها ليكونوا معنا. هيدي اهم شغله هلا عندنا اياها. اكيد هي اعطى هيكليه الرابطه هلا هي اهم شغله، اذا ما بيشتغلوا عليها صحيح ما حنوصل للمكان الصحيح هالسنه عبر اعاده مثلا ملء الجماهير بارض الملعب. هي اهم شغله. بتمنى عليهم انه هالسنه يجربوا يجوا على الملاعب يتابعوا نادي الانصار. نحن عبر منتدى كره لبنانيه عبر جروب الانصار عم نحاول مع كثير من الناس ندعيهم وعم بيستجيبوا معنا، وليش لا لجمهور نادي الانصار يجربوا يكونوا معنا. هي اهم شغله يكون هالسنه، وهن بيعملوا حافز اساسي هالسنه للفريق لياخذ بطوله الدوري بطوله الكاس. يعني عليهم هن اللاعب رقم 12 يعتبروا. اعلاميا نادي الانصار صار احسن بكثير من قبل، تحسنت امور كثيره واهمها بالموقع. الموقع صار في امور كثير تغيرت، صارت متاحه قادرين نتابعها. يعني هلا صار الواحد اذا بده يتابع موقع الانصار قادر يفوت يتابعه محبه بهالفريق. وفي امور كثير يعني مثلا تغيرت بالموقع. عالميا صار الانصار ناجح اكثر، يعني صار الشخص عم بيتابع الفريق اكثر لانه صار في نجاح كبير.
ان شاء الله يقضوا اللي عليهم، هذه اهم شغله عنا اياها، ويحرزوا بطوله الدوري والكاس، ويبيضوا وجهنا كمان بطوله كاس الاتحاد الاسيوي، ان كان باللاعبين الاجانب اللي مضوا الموسم او كان باللاعبين المحليين مثل كابتن علي نصر الدين، كابتن وسيم عبد الهادي، املنا فيهم كبير هالموسم. نعم، مثل ما كنا عم نشوف اذا جمهور الانصار يلي عم بيطالب بالتاكيد نحن من ايد كل ما طالبون، خاصه مع انه عوده الجمهور، وتحيه بتكون كبيره الى جمهور الانصار، ومنخص ايضا مدام ميرنا عيتاني المسؤوله الاعلاميه وجروب الانصار، كل مشجعي الانصار. وصدقوني يا جماعه، انا كل الجمهور اللبناني عندي اياه واحد، انا بهمني فقط هو المنتخب اللبناني، واللعبه تكون بسلام وامان، ونرتكي كلياتنا على اللعبه. أكيد.